هي كلها كده نقطعها مكعبات كده كويسة. بس كده خلصنا الكمية اهي وقطعناها بقت مكعبات وكويسة. بصوا حجمها. تمام كده. بقى على النار هنحط شوية زيت في طاسة بقى، في حلة زي ما انت عايزة. هنحط الاول الثوم ومعاه الفلفل. انا ضرباهم في الكبة تمام لحد ما يبقى لون الثوم اصفر. هتنزلي بقى بالبهارات بتاعتنا، الكركم والزعتر والملح والكمون والشطة والفلفل. تمام. نسيبهم شوية مع بعض كده. بعد كده ننزلوا بالبطاطس ونقلبوهم مع بعض. هننزلوا بيهم على الكمية على مرتين. تمام. ادي كمية وادي التانية اهي. عايزه اقولك كان طعمها جميل والريحة بتاعتها جميلة، والكركم كمان عطيها لون تحفة. تمام. ادي كده ليمون اهو عشان يديها مزازة، وهنحط كمان شوية خل صغيرين معلقة كده. بتديها مزازة جميلة جدا مع الثوم بقى. الريحة كانت جميلة جدا. ممكن تستخدميها في الغدا وفي العشاء وفي الفطار.